خلى سيرتهم على كل لسان. قوم سبأ، مين هو سبأ؟ وإيه سبب نزول قصتهم أصلا في القرآن؟ قصة جديدة هنحكيها ونتدبرها سوا. سبب نزول قصة قوم سبأ إن جه في يوم صحابي من أهل اليمن اسمه فروة بن مسيك المرادي للرسول عليه الصلاة والسلام، وقال له: يا رسول الله، إن سبأ قوم اللي هم قومه كان ليهم عز وجاه أيام الجاهلية، وخايف إن هم يرتدوا عن الإسلام ويرجعوا للكفر ولعبادة الشمس، فهل أقاتلهم؟ استأذن الرسول في قتالهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ما أمرت فيهم بشيء بعد، يعني لسه ما جاليش في أمرهم حاجة، فما تعملش كده. فربنا سبحانه وتعالى أنزل قصة قوم سبأ في الآيات دي: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، لحد آخر قصتهم. طب مين هو سبأ أصلا؟ يقال في التفاسير إن الصحابي فروة بن مسيك برضه راح للرسول عليه الصلاة والسلام يسأله مين سبأ في الأصل؟ إيه هو؟ رجل ولا امرأة ولا أرض؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام رد عليه قال له: كلا، بل هو رجل من العرب، ولد 10، سكن اليمن منهم 6 وسكن الشام منهم 4، ويقال إن سبأ هو اللي جمع كل قبائل أهل اليمن وتسمت البلاد على اسمه. ويلا بينا بقى نحكي قصة قوم سبأ زي ما جت في الآيات ونتدبرها. بتحكي الآيات عن بلدة سبأ وبتوصف حال مسكنهم ده إن هو آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى من كتر النعم العظيمة اللي ربنا أنعمها عليهم. فعن يمين البلد جنة وعن شمالها جنة، والجنة زي ما قلنا قبل كده إن هي بستان كبير مليان أشجار مغطية الأرض، والبستان ده كان مليان شجر، والأشجار دي كان فيها ثمار وفاكهة كتيرة وجميلة ومتنوعة، لدرجة إن العلماء بيقولوا إن الست كانت تمشي شايلة السبت فوق دماغها فاضي فيتملي فاكهة مستوية من اللي بيقع من الشجر من كتره، من غير حتى ما هي تقطفه بنفسها. وقالوا العلماء والمفسرين كمان إن بلادهم دي ما كانش فيها حشرات ولا براغيث ولا دواب مؤذية ولا حتى أمراض من نظافة هواها وطيب أرضها. وربنا سبحانه وتعالى قال لهم: كلوا من رزق ربكم، وطلب منهم طلب واحد بس، إن هم يشكروا النعمة اللي هم فيها ويقدروا اللي هم فيه. فيعملوا إيه بقى أهل البلد دي؟ فأعرضوا عن عبادة ربنا وشكر النعمة، وجحدوا النعمة كمان واتبطروا عليها. فربنا سبحانه وتعالى عاقبهم وأرسل عليهم سيل العرم. السيل اللي هو المية الغزيرة أو المطر المدمر. بيقال برضو إن ربنا سبحانه وتعالى بعت ليهم فار صغير ينخر في السد اللي هم كانوا بانيينه علشان يحجز المية وينظمها لهم. فالفار قعد ينخر في السد لحد ما السد اتدمر وغرق الجنتين والبساتين تماما، واتبدلت أشجارهم المثمرة الطيبة لأشجار وحشة شوكها كتير بتطلع ثمار قليلة وطعمها مر، يعني أشجار ملهاش نفع. وكل ده بسبب كفرهم وعدم شكرهم للنعمة. ده كمان ربنا سبحانه وتعالى ما كانش مديهم نعمة جوه بلدهم بس وما قدروهاش، لا كمان كان مديهم نعمة بره بلدهم. فلما كانوا بيخرجوا من بلدهم في طريق السفر للشام علشان التجارة والحاجة، كانوا بيلاقوا الطريق مؤمن ومأهول، كل ما يمشوا يلاقوا قرية قريبة يعرفوا يستريحوا ويقعدوا وياكلوا ويشربوا، ما كانوش بيشيلوا هم حمل الزاد والمية من كتر القرى اللي بيلاقوها في طريقهم. والمسافات كمان كانت معروفة، فكانوا بيمشوا أيام وليالي لا خايفين يتوهوا ولا خايفين حتى من قطاع الطرق. فبعد ده كله يملوا النعمة ويجحدوا بيها لدرجة البطر والسفه.